لو قدامك تنظم حفلة لتامر حسني ببلاش وحفلة لعمرو دياب هتاخد فيها 1,000,000 جنيه، هتختار مين؟ يمكن الكلام اللي انا هقوله في ناس كتير هتفهمه وفي ناس كتير مش هتفهمه، انما الناس اللي هم مواليد الثمانينات والتسعينات زي حالاتي هيقدروا الكلام اللي انا هقوله ده قوي. واحنا صغيرين في فترة المراهقة كنا بنعاني جدا في اسكندرية من نقص الحفلات ومن نقص الانترتينمنت بشكل عام. كان الحفلات مقتصرة على النوادي الاجتماعية ومكتبة اسكندرية والحاجات اللي زي دي، لكن دلوقتي الوضع اتغير خالص. دلوقتي بقى عندنا كل فترة حفلة كبيرة بستار كبير لفنان مشهور في اسكندرية. الشخص اللي ورا الحفلات دي كلها اتشرف ان انا اعرفه من واحنا صغيرين، وكنت بشوف الحلم ده موجود في عينه وهو عايز يعمله. ولا وكمان مش كده، الحفلات بتتعمل وكمان بتتباع بيع كويس. كان زمان الستارز والفنانين وحتى منظمين الحفلات كانوا بيخافوا ان هم يعملوا حفله بسبب ان جمهور اسكندريه يقول لك جمهور مش بياع، يعني جمهور مش بيشتري التذاكر. لكن ادهم غير الفكره دي خالص. فانا فخور بجد ان انا معايا النهارده الشخص السر وراء حفلات اسكندريه كلها، ادهم بكر. ازيك يا ادهم؟ تعمل ايه يا عمرو؟ الحمد لله زي الفل. انا مبسوط بالكلام الكبير اللي انت قلته. لا والله العظيم يا ادهم انت فعلا تستاهل اكتر من كده. ربنا يخليك، انت معايا من زمان بقى وشيء. انا اعرف ادهم تقريبا داخلين في 15 سنه دلوقتي. يعني اعرف اكثر كمان من 16 17 في الرينج ده. صغيرين. دايما الناس اللي بتشتغل في بيقولوا عليهم بيهاند ذا سينز بتبقى الناس مش عارفاهم. يعني عارفين ان في حفله اتعملت في اسكندريه لتامر حسني، عارفين ان في حفله اتعملت في اسكندريه لحماقي، لكن الشخص اللي شغال ورا الكواليس دايما الناس مش بتبقى عارفاه. فعشان كده انا النهارده لما انا قررت ان انا اجيب ادهم، بغض النظر يعني ان هو صاحبي وكده، عايز اعرف الناس بالشخص اللي ورا الكلام ده كله. فعشان كده حابب ان ادهم يعرف الاول الناس انت بتعمل ايه بالظبط وكده. بص، هو طبعا الايفنت عامة او الحفلة، هو الناس بتيجي عشان الفنان، يعني ده رقم واحد طبعا، هو الواجهة بتاع الحدث اللي بيحصل. طبعا بيبقى في ناس كتير ورا الكواليس، مش انا بس، يعني في ناس بتاعت الستيج، الاضاءة، الشاشات، الصوت، الاورجنايزرز نفسهم اللي معانا، الميديا، الماركتينج، والسكيورتي. كل الناس دي بتبقى behind the scenes، يعني مش انا بس. يمكن نقول ان ادهم او اي منظم حفلات هو اللي بيدير العمليه دي ورا الموضوع. لكن طبعا هو في ناس كتير جدا، بس الجمهور مش يعني مش كل الجمهور بيبقى مركز مين المنظم بتاع الحفله. بس خلي بالك الفتره الاخيره الناس بقت تركز بسبب ان في حفلات حصلت فيها مشاكل معينه، فبالتالي عرفوا ان الشخص اللي منظم الحفله ده فعملنا عليه اكس بغض النظر عن الاسماء يعني. بالظبط. يعني النهارده الجمهور بقى بيختار الشركه اللي بتعمل الايفنت، بيشوف هو ده حتى الايفنتس اللي عملها قبل كده حد من فيريفاي موثوق ان الشخص دوت حضرنا ليه قبل كده، الحفله كانت حلوه ولا لا، التنظيم كان حلو ولا لا، كده يعني. انت شايف عامه ان ثقافه الجمهور اتغيرت في الفتره اللي فاتت يعني؟ يعني هي طبيعي اتغيرت من اول مثلا من بعد الثوره. طبعا الموضوع اختلف كتير جدا. الجمهور بقى يعني بقى بيتابع الايفنتس كلها وبيشوف هيروح ايه، وطبعا في نجوم كتير طلعت جديده، يعني في حاجات كتير اتغيرت طبعا. طب الاول بقى كده نعرف الناس ليك، عشان عايز اسالك سؤال معين كده. دي اي دي كارد يا جماعه، الكاميرا تجيبه تمام. فاتفضل كده ادهم، الاسم والسن معلش هتحس انت داخل تعمل انترفيو بقى. يعني الاسم ادهم بكري، لسن 30 سنه. الوظيفه عندي شركه تنظيم حفلات اسمها لايف ايفنتس. طولي بلاش 165، وزني 68. الحاله الاجتماعيه سنجل بقى ولا عشان اعزب؟ مش برجر عذراء. ما اعزب وعذراء مش انت. انا هنا ليه؟ عشان انت لا لا يا راجل، لا يا راجل، لا والله انت فعلا انت هنا عشان انت اكبر منظم موجود في اسكندريه الحفلات. الحمد لله يعني. طب اسالك سؤال. خلاص اخدها دي ليه ولا عايز تاخدها خدها. ماشي؟ حطها هنا طبعا. ماشي.
اسالك سؤال يمكن في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه كلمه منظم حفله او متعهد حفله، وايه الفرق ما بينهم؟ يعني لو في فرق، يعني ايه تايتل منظم حفله؟ في فرق كبير بين المنظم الحفله وبين المتعهد. المتعهد هو وسيط ما بين الفنان وما بين الانفستور بتاع الحفله او النادي او الجامعه او ايا كان المنشاه اللي عامله الحفله. منظم الحفله هو حد بيدير الموضوع من A to Z. يعني هو بيتعاقد مع فنان، هو اللي بيرسم السيت اب بتاع المسرح، هو اللي بيجيب السكيورتي، هو اللي بيجيب منظمين. كانه مخرج الفيلم يعني. بالظبط. يعني المنظم الحفله هو بيمسك الموضوع كله من اوله لاخره، لكن المتعهد هو دوره حاجه واحده بس، هي ان هو وسيط ما بين المطرب والمنشاه او العميل اللي عامل الحفله، او يعني ايا كان ايه هو مقدم الحفله. ده المتعهد. لكن منظم الحفله زي ما احنا قلنا هو شخص بيدير المنظومه كامله من اول الفنان، دي شغلته، من اول دخول الناس لحد خروجهم. فانا منظم حفلات، يعني طبيعي من منظم شامل المتعهد برضه. طب هو يعني مثلا انت دلوقتي جالك حد عايز يعمل حفله، فاول خطوه بيعملها ان هو بيكلمك انت، صح كده؟ طيب هل في ممكن انت من نفسك انت اللي تعمل الحفله، يعني الحفله دي تبقى باسمك انت؟ ممكن تحصل بس يعني نادر. يعني انت في الاغلب بتعمل الحفله، بتنفذ الحفله. في المية من شغلي انا بنفذ الحفلات، مش بنتج. بيجي لك شركه او يجي لك ايفنت معين، جراديويشن، شركه، مستثمر يعني عام عايز يستثمر فلوسه في حفله، بيجي لي اي حد من اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، وانا ببدا انفذ له الحفله، اعمل له بلان ليها، اشوف هو البادجت بتاعه قد ايه، مع عايز مين. لو هو مثلا شركه وبتماركت لنفسه، فبنشوف مين الفنان المناسب ان احنا نجيبه ان هو يماركت للمنتج ده عامه. نبدا نحط بلان كامله ونشتغل عليه. انا عايزك تعرف الناس كده باسامي الفنانين اللي انت عملت لهم حفلات، وهنمسك حاجه حاجه بالتفصيل يعني، بس قول لنا كده سريعا انت نظمت لمين حفلات؟ يعني اشتغلت مع نقول 90% من المطربين، تامر حسني، حماقي، محمد منير، تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، سموزين، مصطفى حجاج، كريم محسن، ادهم سليمان، احمد جمال. يعني الحمد لله، يعني نقول 90% من الناس يعني. والله فخور بيك. يعني بتشرف ان هم بيثقوا فيا في الشغل. وصلنا لمرحله ان هم خلاص لما بيسمعوا ان ادهم او شركته او الشركاء عامه كلنا مع بعض بنعمل لهم حفله، هم بيبقوا تراستد جدا للموضوع. احكي لنا بقى، يعني انا دايما السؤال ده بساله لكل الضيوف اللي بتيجي، من اول ما انت بدات الموضوع ايه اللي خلى اصلا الموضوع يجي في دماغك انا عايز ابقى منظم حفلات؟ يعني احكي لنا، بص، من ادهم اللي كان في المدرسه لحد ادهم بكري اللي موجود دلوقتي. انا كنت صغير جدا، وانا هقلع النضاره بقى، انا مش عايزك تقتصر في الاجابات، انا عايزك تحكي لي حدوته، لان الحدوته دي مهم جدا الناس تعرفها. يا جماعه لما احنا بنيجي نتكلم عن حد، مش شرط ان انت تطلع تشتغل نفس وظيفته، هي الفكره ان انت تتعلم من قصته وتاخد الحاجات اللي هو عملها في حياته عشان تنفذ ده في الحلم بتاعك. صح، وانا مشيت عليها لما نتعمق في الموضوع. لا احكي لي بقى، بص، من ادهم بكري الصغير اللي كان في المدرسه كده لحد ادهم بكري اللي موجود دلوقتي قدامي. انا بدات الموضوع على فكره وانا عندي حوالي 2011. لا ارجع لي بقى ورا، ارجع لي ورا. ادهم بكري اللي كان في المدرسه كانت حياته عامله ازاي، وايه اللي خلاه؟ بص، انا يعني موضوع الحفلات عامه والفن عامه حبيته ازاي. انا من وانا صغير جدا كنت بحب تامر حسني، فما كنت متعلق بيه جدا، لدرجه ان انا بتابع كل حاجه هو بيعملها. ففي فتره هو جه اسكندريه، قعد اسبوع تقريبا، كان عنده عرض خاص وحفله، انا فاكر الحفله دي كانت في انطونيادس 2009. كان فيها ساندي طلعت في الاول قبل ما لا، كان البوم عيش حياتي. جاهزين؟ تنسى في اسكندريه يا جماعه.
فالفترة دي هو كان هنا، انا كنت مع نفسي كده بروح بتفرج على التجهيزات واللي بيحصل والسيت اب، وايه ده بيركب ازاي وده بيتعمل ازاي، وايه ازاي اللي بيقعد 3 ايام قبليها ولا 4 ايام وساعات اسبوع، حاليا فيها في حوالي اسبوع تجهيز. فالموضوع شدني جدا لدرجة ان انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. وكنت قريب من تامر والتيم وركينج اللي معاه. وبالمناسبه انا اصلا ادهم انا اتعرفت عليه بسبب تامر حسني يعني. ف... كنت قريب من الناس اللي حوالين تامر، وكان الناس حواليا عارفه ان انا قريب من الناس دي. فكنت في نادي، فكنت رئيس لجنه الشباب فيها، كنت لسه صغير وبتاع، ماسكين لجنه الشباب وكده جاد. فقالوا لي احنا عايزين نعمل حفله، مش تامر صاحبك؟ قلت لهم بس يعني الموضوع كبير عليا وما اعرفش الموضوع. قعدنا نتناقش فكان ساعتها تامر عمل ألبوم لكريم محسن. كان الفترة دي كان تامر أنتج ألبوم كريم محسن الأولاني بتاعه، فكانت دي أول حفلة ليا. قلت لهم أنا أعرف كريم محسن، ممكن أجيبه. قالوا لي ماشي. فبدأت أعمل تليفونات، ووصلت لكريم مدير أعماله، جه النادي، اتفقنا على الأجر واتفقنا على التفاصيل 1 2 3. مرة واحدة كده نمت صحيت لقيت إن إحنا عندنا حفلة فيها كريم محسن. يعني اول حفله عملتها كانت كريم محسن. كريم محسن وإساف. فأنا نمت صحيت لقيت نفسي عندي حفلة كبيرة فيها 16,000 عضو حاضرها، حفلة مجانية تقريبا، فيها 16,000 بني آدم حاضرها وأنا أول مرة. فبدأت طبعا إن خلاص في تجهيزات، لا أنا عندي حفلة بكرة ولازم أفهم فيه اللي بيحصل وده إزاي وده بيعمل إزاي. فبدأت أسيرش وأسأل ناس في المجال وكده. الحمد لله الحفلة نجحت جدا. بدأت بعديها بقى النوادي تطلبني، فلان يسأل هو مين اللي عمل الحفلة دي، فيقولوا له أدهم. فلان يسأل طب ما تجيبيني رقم أدهم، فيبدأ يكلمني طب احنا عايزين فلان. فلقيت نفسي دخلت المجال وده بيتطلب وده بيتطلب، وانا بقى حابه بقى، فانا لازم انجح فيه. فبدأت اتعرف على ده واتعرف على ده وفي الرقم ده وفي الرقم ده، لحد ما كونت علاقات. على فكرة المجال اساسه العلاقات طبعا، تكون يعني ليه كونتاكت بالفنانين ومدير اعمالهم. والله وانا مش شايف حتى المجال ده بالذات، انا شايف يعني في كل المجالات اهم حاجه العلاقات. بالظبط، العلاقات هي يعني نسبة كبيرة من النجاح قايمة على العلاقات في أي مجال. بدأ الناس تكلمني وعايزين نعمل حفلة كذا، عايزين نعمل كذا نعمل كذا. وبدأ الموضوع يتطور خطوة في التانية في التالتة، حفلات جامعات، حفلات نوادي، حفلات كذا. فبدأ الموضوع يكبر وأنا حابه فبديله، طالما أنا حابب الموضوع فبدأت أديله كل طاقتي. فالحمد لله يعني وصلت لمرحلة يعني الحمد لله يعني يمكن ناس كتير شايفة إن دي ناجحة وعملت حفلات لنجوم كبار زي تامر حسني وحماقي وتامر عاشور، نجوم كبيرة جدا عملنا لهم حفلات، وكل الناس دي الحمد لله طلعت مبسوطة. حاليا وصلت لمرحلة ان الفنان او المطرب او مدير اعماله لما يسمع ان ادهم بكري مثلا عايزه بيكلمه بايفنت، بقى الشخص بقى تراستد ان هو ينزل وهو مطمن. يعني احنا في فترة كده عدت على حفلات عامة الفنانين حفلاتها ما بتكملش بسبب قله البيع يعني مثلا. بص هي يعني حاجات كتير، ممكن يكون منظم ما عندوش خبرة، حد جديد، حد بيستثمر فلوس وما جابش حد اورجنايزر للموضوع. ففي اسباب كتير، فخلي دلوقتي مديرين اعمال ما بيتعاملوش مع اي حد، لازم بقى في ان يكون قدامهم حد مسؤول عن الموضوع، يكون تراستد ان هو يشيل الموضوع من A to Z. دي الراجل يجي ما يشغلش دماغه بحاجة غير ان هو يطلع المسرح يغني ويبسط الناس ويروح. فدي المرحلة اللي الحمد لله ان الواحد وصل لها. يعني الناس كتير شايفة ان الحمد لله ان ده النجاح، وانا طبعا بحمد ربنا على الكلام ده.
واتمنى نفضل مكملين في الثقه دي مع الناس الفنانين وكل. احكي لنا عن تامر حسني في حياتك، عن تأثير تامر حسني في حياتك. بص يعني مش عارف انت حضرت اخر حفله؟ انا مسكت المايك قلت جمله. حضرتها حفلة اسكندرية. انا عايز اقول حاجه يا جماعه بجد والله. انا بالنسبه لي تامر حسني هو زرار النجاح في مخنا، يعني لما تحب تنجح هو بيدوس على الزرار على طول، تفتكرني على طول. قلت جمله فعلا كان نفسي اقولها له من زمان. تامر حسني عيدها تاني، هو زرار النجاح في مخ اي شخص عايز ينجح. يعني انت كل لما تحبط بجد، ده بقول لك حاجه ده من قلبي بجد والله العظيم، كل لما تحبط وعايز تنجح اتفرج على الراجل ده، اتفرج هو كان في ايه وعمل ايه، او هو حاليا في ايه وبيسعى يطور من نفسه ازاي. اتفرج هو بيقول نصايح ايه للناس حرفيا. دماغك دي هتجري انك انت عايز مش عايز تعمل حاجه انك تنجح، ده بجد والله العظيم. فده تامر حسني في حياتي يعني. وتامر يعني احنا يعني نعرفه، انا وانت نعرفه من زمان جدا، ويعني انا المحبينه وما زلت حلم حياتي، من محبينه. حلم حياتي اعمل معاه حلقة ان شاء الله ربنا يكرمك طبعا، وان شاء الله زي ما انت كده عملت حفلة. حلم حياتي ان شاء الله في يوم اعمل معاه. بص يعني هقول لك على حاجه، تامر اكتر حد بيحب يساعد الناس اللي يعرفها من زمان، وقف جنبنا كتير كتير جدا. واخرهم من الحفله الاخيره واللي قبليها انا ما صدقتش ان هو بعد الحفله هو نزل بوست وشكرني وكتب كلام. انا بصراحه يعني دمعت لما شفته، ونزل ستوري بصورتنا. فهو بعيدا عن ان الموضوع طلع ناجح، هو بيدعمك بعد ما ينجح، يعني بيدعمك قبل وبعد، وبيدعم اي حد بيفكر في النجاح سواء يعرفه او ما يعرفوش. خلي بالك، فيعني ده تامر حسني بالنسبه لادهم بكر. طبعا كل الفنانين طبعا كلهم على راسي، بس يعني هو كده ليه حته كده مقربه عني. اثر فيك قد ايه تامر؟ يعني 90% طبعا، 90% تامر حسني هو البوش بتاع النجاح عامه. يعني ادهم الراجل ده انا اعرفه ان هو قد كده والله، فعلا انا فخور بيه والله. النهارده بينظم اكبر واهم الحفلات، نسمع له تحيه كبيره قوي 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 قوي. طيب ايه بقى اصعب تحدي يعني واجهك في المجال بتاع الانترتينمنت عامه؟ يعني ايه اكتر حاجه من اول ما انت بدات حفله كريم محسن لحد دلوقتي اصعب تحدي قابلته؟ بص هو اصعب تحدي او اصعب حاجه في الشغل ده هو البدايه، ان المنشاه او اللي بتعمل الحفله، اللي بتتعاقد معاك على الحفله، تكون واثقه فيك. خصوصا برضه شكلي صغير وساعتها كنت اصغر. انت ما شاء الله انت 30 سنه دلوقتي، بتتكلم اول حفله كانت وانت عندك كام سنه؟ 16 17. ما شاء الله. ايه ففكره ان الشخص اللي قدامي اللي بيتعاقد معايا ده يثق فيا، هو برضه في الاول وفي الاخر هو شايف قدامه شاب صغير. الفنان اللي لسه ما يعرفنيش هو برضه ما يعرفش مين ده. فكانت اصعب حاجه هي البدايه، ان الناس دي تبدا تثق فيك. ان انت يعني خلينا متفقين ان في ناس كتير شاطره جدا، وفي ناس كتير ممكن يعملوا اللي انا بعمله ده، بس الفكره ان هو هيبدا ازاي. ان هو يبدا اول ستيب دي هي اصعب ستيب في المجال ده بالذات. الناس تبدا تثق فيك، تبدا يتعاقدوا معاك. برضو المبالغ اللي بتتصرف في الحفلات هي مش قليله، فان حد بيتعاقد معاك بحدث تكلفته كبيره، ويبقى بالفلوس دي بيامن عليها معاك، دي كبيره برضه. فهي البدايه كانت اصعب حاجه. انت شايف ان دايما انت لما الخطوه الاولى بتاعتك او الستيب الاولى ان انت هتاخدها في ايا كان التراك اللي انت عايز تاخده هي اصعب حاجه؟ بالظبط، لان مجرد ما انت بتتعرف او مجرد ما انت بتعمل حاجه خاص بقى عندك الكونتنت. الفنانين اللي موجودين في الساحه او الجداد اللي طلعوا، الجيل الجديد اللي طلع، هو ما طلعش نجح مره واحده، بس هو عنده حاجات قبل كده ما نجحتش ولسه موجود ولسه بيعافر لحد ما بدا يحط اول تراك ليه نجح، بقى ليه شعبيه، بقى ليه جمهور، بقى ليه حفلات الوطن العربي كله. فبدايه هي اصعب نقطه في المجال. البدايه نزود معاها كلمه تانية، الاستمراريه. بالظبط، لان في ناس كتير بتحبط في الاول. يعني في ناس كتير، او هو الحظ اكيد جزء مهم، مفيش حد في الدنيا ناجح ما خدش جزء من الحظ، بس الحظ ما بيديش حد ما بيتعبش، لان توفيق ربنا دايما بيجي للي بيتعب. فاهم حاجه الاستمراريه، ما تحبطش من الاول. بالظبط، وخصوصا كمان لو قعد في النص.
الوقوع دوت يا تطلع بعديه شبه تجري زي الحصان، يا تقع بقى خالص انت تعرف انا في جمله او حكمه يعني انا ما بحبهاش خالص، يقول لك غلطه الشاطر ب1000. انا مش شايف كده خالص، ان غلطه الشاطر هتبقى ب1000 لو هو ما اتعلمش منها. بس احنا لازم ان احنا نتعلم من غلطاتنا، وطبيعي مفيش حد في الدنيا ماشي كونسيستنت طول حياته. انت اكيد يعني واجهت في النص حفلات ممكن ما نقولش اساميها، بس اكيد واجهت حفلات ما كانتش ناجحه. واجهت حفلات طبيعي ما كانتش ناجحه، في حفلات خسرت على فكره، بس الجمهور او الناس انبسطت، الناس بتطلع مبسوطه، بس الممول او منظم الحفله او خسر مثلا. ففي عقبات في النص، ما هو اللي خسر ده ما بيشتغلش تاني، بيخاف يريسك تاني. ففكره ان انت ترجع تاني، ما هو انت ده حاجه من السي في بتاعتك نقصت، كنت بتعملها كل سنه فنقصت. ففكره انك تجيب غيرها او تقنعه انك تعمل غيرها او ما هو ده يعتبر هبوط في النص، فانت يا تقوم يا ما تقومش. فالحمد لله انك تكمل دي عايزه قدره يعني من الشخص، وايمان بربنا طبعا، ويكون عنده ثقه في اللي هو بيعمله، يكون حبه. طب انت هو ايه، انت قلت لي اول حفله انت نظمتها كانت حفله كريم محسن، ايه اول حفله بقى انت حضرتها في حياتك؟ اول حفله حضرتها 2007، حفله نادي سموحه تامر حسني، هي بنت ليه. ده كان اللي كانت في البولو. في حفله يا بنت الايه. عايز اقول لك الحفله دي انا لما بقعد افتكر يعني اللي حصل، يعني مثلا حاليا مثلا لما بتكون في مسرح وجمهور وكده، بتحطوا قدامهم فانسز كده، حواجز كده يعني بتامن الموضوع. انا فاكر ان الحفله دي كان اللي بيامن ما بين المسرح وما بين الجمهور عساكر شرطه. كانت لسه الحفلات ما تطورتش ولا وصل حاجات كتير فيها. يعني دي اول حفله حضرتها 2007، انا فاكر في نادي سموحه. انا ممكن افتكر لك التاريخ كمان لو ركزت شويه اجيب لك. كانت في الصيف. كان ألبوم يا بنت الايه، كان لابس شميز ابيض شميس كده وفي انا فاكر كويس انا فاكر كويس. بشكر اسكندريه، سقفه كبيره اسكندريه عالي. لو عايش مش هقدر اوصف بحبك قد ايه، احتاج حياة اتنين تلات على حياتي عشان اوصف يا حياتي بحبك قد ايه. يا بنتي يا بنتي طيب انت قلت دلوقتي ان كان زمان الشرطه او عساكر الامن هي اللي بتامن الحفلات وكده، دلوقتي الوضع اختلف، انت بتجيب شركه تامين من بره فانا حاليا بس خارجيا لسه ما زال الشرطه طبعا بتوع بخارج الستيج يعني، بس مش داخل الحفله. داخل الحفله خلاص بقى في سكيورتي، بقى في حواجز، بقى في منظمين، بقى في اوبشن تانية غير ان الداخليه دلوقتي عايزه تركز مع اللي بره. انت عندك دلوقتي حفلات بقى فيها جمهور كتير، فانت عايز بره تامين مرور، وعايز مطافي، وعايز بصراحه الناس دي بتتعب جدا 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 يعني. نشوف الحفلات اللي بتحصل عندنا في اسكندريه في جولدن جول، بتبقى الناس قد ايه. الناس دي يعني بتبقى واقفه يعني
يعني دول بقى ورا الكواليس زينا فاهم، بس دول في كواليس تانية مع الناس، وخصوصا برضه خلي بالك احنا في فتره التجمعات خطر فاهم؟ يعني جت علينا فتره ثورات وكورونا، فالناس دي بتحمينا من الكلام ده بره. عايز اقول لك انا في حفلات ما بحسش بيهم ان انا جوه انا شغال، بس برجع بقى لما بيتحكى لي اللي بره وبتاع والزحمه والناس والشرطه عملت كذا، لا الناس دي بتتعب طبعا يمكن زينا يعني، هما يوم الحفله كلنا بنتعب، الناس دي مجهودهم لا يقل عننا بشيء. طب هو انت دلوقتي لو انت مثلا في حفله عايز تنظمها، ايه اول خطوه بتاخدها؟ بتاخد تصريح الاول ولا بتكلم الفنان الاول؟ اول لازم طبعا بنتعاقد على الحفله. التصريح ده بيبقى في الاواخر لسبب ان هم لازم يبقوا عارفين الحضور قد ايه والميعاد بالظبط عشان ممكن الميعاد يتغير. فالتصاريح بتبقى حاجه مؤخره في الاول لاسباب اللي انا بقولها لك، لكن الطبيعي في الاول في الحفله هو التعاقد مع المكان مع المطرب، وبنرسم شكل الستيج اللي هنعمله ونبدا نشوف خطه الماركتينج، وبعد كده نبدا الخطوات التانية بقى اللي هي مين هيأمن، مين هينظم الرسمه بتاعه الارض هتبقى عامله ازاي، نبدا ناخد التصاريح. كل ده بقى في حاجات مؤخره. انت ايه طموح ادهم بكري؟ يعني انا عايز اعرف طموحه داخل. انا عارف انت دلوقتي ما شاء الله بدأت تطلع بره اسكندريه، وكان في حفله لتامر حسني هتتعمل ان شاء الله قريب في القاهره. ايه طموح ادهم بكري سواء داخليا في اسكندريه وخارجيا؟ يعني ناوي الاكسبانشن بتاعك كده؟ دايما الناس بتقول لي ما تطلعش القاهره والنيل. انا دايما بحس ان ربنا طالما نجحك في مكان فخليه ده وش حضرتك، ده مكانك. اقدر اروح القاهره واعمل، ورحت على فكره، انا عملت حاجات كتير في القاهره. عملت ايه قبل كده في البارك؟ لسه كان اخر حاجه كان في تامر عاشور ورامي جمال، كانت في زيت بارك، كان في جامعات وعملت مدارس وعملت حاجات بس دايما كده يعني انا برضه عشان اسكندراني يعني، فحبي للبلد اللي انا في منها طبعا بطلع كل طاقتي فيها. يعني اسكندريه عزيزه على قلبي شويه وناجح فيها، فمش عايز اكتر، مش عايز طبعا من حق اكبر واعمل، بس في نقط كده معينه في الاساس بتاعك، ده بيتك. انت بقيت وانت ما جاوبتش على السؤال برضه، ايه طموحك بقى انت؟ يعني انت ناوي على ايه في اسكندريه وناوي على ايه بره اسكندريه؟ اسكندريه ناوي نكبر اكتر موضوع الحفلات الجماهيريه، لان يعني نقول ان 80% من الحفلات اللي بتتم في اسكندريه هي حفلات نوادي وطلبه. خارج اسكندريه طبعا حاليا شغال على الحفلات الجماهيريه في القاهره، وبسعى كده ان انا اشتغل حاجات بره مصر بقى، مش جوه، يعني مش جوه مصر بس. انت شايف ان عندنا لسه في اسكندريه حاجات كتير المفروض الجمهور يغيرها؟ ان الجمهور يغيرها بس ليهم حق بصراحه، يعني في حاجات في مشكله بتواجهنا من الجمهور، بس هم ليهم حق. نرجع للنقطه اللي هي بتاعت ان الحفلات اللي اسكندريه عندها سوابق كتير في الموضوع، حتى مش حفله بتبوظ يا جماعه، هو قصده مش حفله مثلا اتلغت، لا هي حفله اتعملت وكان فيها مشكله في التنظيم، في مشكله تنظيميه مثلا، او في مشكله في الدخول يعني، او في مشكله في يعني ايا كان، مش هنذكر مشاكل حاجات، بس الجمهور عامل مشكله بسبب الموضوع ده. بس عندهم حق. ايه هي المشكله؟ الحاجات اللي اتلغت دي خلت النهارده مثلا الجمهور ما بقاش يشتري التيكت بدري، بخايف ان الحفله تتاجل او حفله. النهارده الممول لما بيجي، هو طبيعي مفيش حد بيدفع الفلوس كلها مره واحده، هو ممكن مثلا يقول لك انا هدفع 80% من تكلفه الحفله و20% من التيكت. فالنهارده الجمهور لو ما اشتراش بدري فده بيدعي ان الحفله ما تكملش. ليه؟ لان الراجل ما حطش الكوست كله، هو معتمد على جزء من المبيعات زي ما بيقول، فالجمهور لما ما بيشتريش هو بيأدي ان الحفله دي ما تكملش. فاصبح عندنا ثقافه في اسكندريه ان الناس بطلت تشتري غير في الاخر خالص. فدي مشكله. بس برضه انا بقول فعلا ليهم حق، بس الحل ليها ايه؟ انت كجمهور لازم تشوف مين اللي بينظم الايفنت عشان تبقى عارف انت رايح لمين. هو زي ما قلت لك في الاول احنا قلنا ان الجمهور بيروح للفنان، لا الجمهور لازم حاليا يفكر اللوجوهات اللي بتتحط على البوستر، اللوجو اللي بيتحط على التيكت، فلازم يعرف مين ده. مين المنظم بتاع الحفله؟ هل المنظم ده انت رحت حفله ليه قبل كده واتبسطت؟ هل ضحك عليك؟ هل مثلا رحت حفله وما لقيتش ان في حفله؟ لازم يبص على الكلام دوت عشان يبقى تراستد ان هو رايح حفله هيتبسط فيها. على فكره كل الحفلات ممكن تكمل، بس على فكره ما قلتش للناس اسم شركتك لايف ايفنتس. لا انتهى في الاول، ما قلت لايف ايفنتس. ماشي لايف ايفنتس. فالنهارده
يعني اللي بطلبه من الجمهور، وانا عارف ان هم عندهم سابقات مش كويسه، بس لازم وانت رايح كل حفله تبقى عارف الحفله دي بتاعت مين، عشان تبقى عندك على الاقل اطمئنان ان الحفله دي تكمل ولا لا. انت شايف ان جمهور اسكندريه اتغير في الفتره اللي كانت في 2012 2013؟ انا فاكر كويس كان عندنا مشكله، حفلات ما بتتباعش اصلا. بالظبط. بص، كان الناس كلها معتمده على الساحل. اسالك سؤال دلوقتي انا ممكن اكون انا عارف اجابته. ايه اكتر حفله انت استمتعت بتنظيمها؟ اكتر حفله استمتعت بتنظيمها، بص يعني انت استمتعت بكواليسها، يعني تنظيمها كان حلو طبعا الحمد لله. هي حفله المسار اجباري راوند 1. تصدق مش دي الاجابه اللي انا كنت متوقعها. لا عشان انت يمكن ما حضرت، يعني ممكن شفت الحفله بس، لكن ما قبل الحفله ده كان في كواليس بصراحه كانت حلوه جدا. مسار اجباري راوند 1 دي كانت اول الوايت، الناس كلها لابسه ابيض. الفكره كلها ان كان في تعاون رهيب بيننا وبين الباند. يعني يمكن انا وشركاتي فكرنا في ماركتنج كتير، طبعا شركاتي دول يعني هم الحياه معايا من زمان، عصام كامل ووليد وعبد الرحمن وبهاء ونور وسليمان وناس كتير، يعني احنا ناجحين كلنا الحمد لله سوا. بس الحفله دي فكرنا في فكره ماركتنج جديد، ان الناس كلها مثلا تلبس ابيض. رحنا عملنا انترفيوز مع الباند ان بيحمسوا الناس للحفله، ان هم اصلا من اسكندريه، مصري بينا اصلا، هم اساسهم من اسكندريه، بيحمسوا الناس للحفله، بيقولوا لهم مستنيينكم، بيقولوا لهم ان احنا مستنيين لازم تلبسوا ابيض، واحنا كمان كباند هنلبس ابيض. قالوا لهم ان احنا هنصور كليب من الحفله، وفعلا صوروا كليب من الحفله ونزل على الشانل بتاعت الباند. كان في روح كده، والحفله حضر فيها عدد احنا نفسنا ما كناش متوقعين، بس كل ده حصل بناء عن الروح اللي كانت في الحفله، ان كلنا نفسنا الحفله دي تطلع بيرفكت، والباند بيقدم فكره جديده وبيساعد في الماركتينج، واحنا نفسنا شغالين، والناس تلبس ابيض، والتنظيم كنا عاملين له بلان كانت محترمه. طلعت الحفله دي بيرفكت، وكررناها تاني على فكره، عملنا مسار اجباري راوند 2 بس اولين بلاك، الناس كلها لابست اسود، والجمهور بيلتزم بالدريس كود. بص طالما الناس حبت معانا الموضوع، كل يعني 90% انا ادرك 90% التزم. يعني حرفيا ان لو شفت المنظر كده من الدرون كده، الناس كلها لابسه ابيض، لدرجه انها كانت في ناس بتكلمني تقول لي ايه ده، انتوا عندكم عمره في الحفله دي ولا ايه؟ بس كان المنظر فعلا تحفه. يعني لو في صور نعرضها يعني هتشوف حاجات لذيذه في الموضوع. والبنت طلع مبسوط، والجمهور طلع مبسوط، وكل حاجه. يعني كان الموضوع ده كان لذيذ جدا. فبالنسبه لي هي احلى حفله استمتعت فيها. ايه اصعب بقى حفله انت نظمتها؟ اصعب حفله دي كتير، بس دايما كده يعني اصعب حفله ممكن نقول تامر حسني 24/9 اللي هي الاخيره بتاعت الثانويه العامه. بتاعت الثانويه العامه. عايز اقول لك الحفله دي احنا اللي قبليها ب3 ايام احنا غيرنا شكل المسرح تقريبا 3-4 مرات، عملنا مسرح جبار يعني الحمد لله. وغير كده كمان الحفله كان فيها الصبح تكريم لطلاب الثانويه العامه، فكره انك بتدخل ناس وبتكرم، وبعد كده الجمهور بيدخل، وبعد كده الحفله طبعا كان فيها عدد رهيب، طبعا اسكندريه كانت مقفوله اليوم ده. حبي يعجزك بدري، حبي يموتك جواك، وايد تتمد تمسكها، تغمى عنيك تقوم خانقاك، في وشي يبان ملك طيب، في ظهرك وكانت الحفله دي كانت علامه في اسكندريه. فكانت صعبه في فكره انك بتدير حاجتين مع بعض، الصبح تكريم وبالليل في تامر حسني، فكان والتجهيزات بتختلف وبنغير وبنعمل. لا كان الموضوع كان صعب، بس الحمد لله طلع بالشكل اللي يليق باسكندريه واللي يليق بتامر حسني طبعا، وكانت الحمد لله جميله. تامر حسني جاي اسكندريه تاني؟ يعني يا رب، لسه مفيش حاجه عشان ما اكذبش عليك، بس يعني ان شاء الله، يعني احنا متعودين كل سنه بيتعمل معانا يعني. طب انت شايف ان اسكندريه مظلومه في اماكن الحفلات؟ يعني انا شايف ان اغلب الحفلات ما كانش كلها بتتعمل في جولدن جولي. بص، هي مش فكره مظلوم، هو داخل اسكندريه مظلومه، مفيش اماكن كتير. لكن يعني مثلا لو رحنا برج العرب والكينج ماريو في اماكن كتير، بس ثقافه الجمهور شايف ان المكان ده بعيد، مع ان مثلا لو بصيت لها في القاهره الناس بيروحوا حفلات في التجمع 1 من اكتوبر،
مع ان المسافه من اسكندريه لبرج العرب اقرب اصلا من التجمع لاكتوبر فاهم. بس هو من اسكندريه للقاهره بس مثلا فاهم. بس الناس اتعودت لا احنا عايزين جوه اسكندريه. ففكره ان الاماكن مش كتير، لا هو في اماكن كتير بس احنا دايما بندور على الاقرب للناس عشان ما نتعبهمش. ده برضه خلي بالك بالنسبه لك الجمهور ده هو اساس نجاحك، فان انت تريحه وتنظم له ايفنت كويس ويدخل ويطلع مبسوط وجايب له فنان بيحبه، ده طبعا نجاح طبعا. مين اكتر فنان انت نفسك تنظم له حفله، فنان او فنانه يعني؟ انغام بقى. انت فكرتش؟ لا بص يعني هو كان في بروجكت على فكره الانغام، كنا في شهر 12 اللي فات كان في بروجكت، بس هي حصل عندها ظروف ودخلت المستشفى واعتذرت هي عن حفلات الشهر قدام. بس ان شاء الله يعني هنكررها بس يعني انغام صوت مصر، وانا شخصيا بحبها، فطبعا نفسي نعمل حاجه مع بعض وان شاء الله ده هيحصل يعني. اخد بقى ادهم بكري بعيد عن الشغل شويه كده. لاقيين عايز ايه يقول؟ انت قلت لي انت برج العذراء صح كده؟ عذراء. طيب في لعبه بسيطه كده، اسحب كده الكود دي دول ماشي. دور على الالفاظ. عذراء يا عم انت خفي ولا ايه؟ عذراء. اقرا لنا بقى مكتوب ايه؟ رجل واقعي فعلا، حذر جدا، دقيق عملا وعاطفة، دقيق عملا يعني. يسحرك هذا الرجل بغموضه. لا يعني مش غامض، انا يعني واضح جدا يعني، حتى في الاجابات هتلاقيني بحكي عادي. اوقات العمل عنده مقدسة. الجملة دي بقى عايز اقول لك الناس قريبة مني ممكن ياخدوا يقط الحتة دي وينزلها ستوريز، ان هم عارفين بالنسبة لي ان اوقات العمل دي مقدسة فعلا. صادق والحمد لله، حازم ووافي، انا حازم جدا. مش وافي يعني؟ لا وافي بقى. قليلا ما يجد لنفسه متسعا من الوقت للراحة. هي قليلا فعلا يعني، دايما احنا عندنا الشغل سيزونات كده، فدايما لما بيكونش في حاجة اسافر. لا تنام تنام انام مثلا. ادم بيجي عليه يا جماعه وقت بالثلاث 12 ساعة بالثلاث 4 ايام ما تعرفش توصل له، ادم نايم. ناس بس دول في عندك تحت كمان السوبر هيرو بتاعك. السوبر هيرو كابتن امريكا. كابتن امريكا يعني لا يا عليك على فكره. هو انا معناه انت مجهز بقى كل حاجه. بص انا ما بتابعش الافلام المارفل يعني، انا بحب السينما وممكن اصلا فروقتي تكون في السينما، اقعد 3 افلام ورا بعض، احجز 3 تيكيتات حفلات ورا بعض. فاكر الايفنتات بتاعت زمان بتاعت فلا بس انا مش من هوايه الشخصيات الخارقه. هسألك دلوقتي في السينما، انا خباك الفيلم بتاع تامر جاي شخصيه خارقه. سوبر هيرو مش هنحرق بقى، بس احنا تقريبا وقت نزول الحلقه دي هيكون فيلم نزل، هيكون الفيلم نزل، بس احنا مش هنحرق. هو الفيلم نزل العيد الكبير. بس هو وضح لا احنا عارفين خلاص ماشي. السوبر باور بقى والحاجات دي حاجه انا بصراحه مش عارف تفاصيل يعني. لا انا عارف حاجه يعني. هو الحلقه دي هيكون الفيلم اتعرض يعني ان شاء الله، لان الحلقه في الاول هتنزل بعد العيد يعني. فهي سوبر باور تليبورتيشن دي اللي هي الانتقال الاني، اللي هو مره واحده يبقى هنا، 2 في مكان تاني يعني. ايوه فمش بنحرق دلوقتي، الحلقه هتبقاش كنت نزلت. عايزك اسالك سؤال. هو انت لما انت خدت التراك ده كنت عندك 16 سنه زي ما انت قلت؟ صغير جدا. في وقتها كنت لسه مطلع بطاقه يعني. بجد والله. كنت بتعمل في التصاريح والحاجات دي؟ لا ما هو انا بدات يعني من 16 17، بس بالنسبه لي يعني اي حد يشوف بطاقتي انت يا ابني انت لسه عندك 16 سنه دي اللي بتعمل. بس كان يعني كنت انا حرك شويه. بس الوقت اللي انت بدات فيه هو وقت كريتيكال جدا، لان السن ده هو السن اللي بيحدد حاجات كتير بالظبط بالبني ادم. فكان عشان بحب الشغل عامه، وبحب ان اعمل حاجه ما تكونش روتينيه يعني، ما يكونش عندي موظف، ما اكونش موظف في حته وفي مدير وحد يقول لي اروح بمواعيد وارجع بمواعيد. اهلك بقى وقت ما انت قلت لهم انا عايز اخد قرار ان انا التراك بتاعي يبقى تنظيم الحفلات، وانت اولا في الوقت ده كنت مقرر ان ده التراك بتاعك، ولا انت بتعمله في السن ده عشان دي الحاجه اللي ماشيه معايا في الوقت ده؟ بص هو انا يعني في الاول كان الموضوع ماشي كده، ما كنتش لسه عارف ان هكمل فيه. بس لما الموضوع جاب مرة تانية نجاح في نجاح فكملت طبعا. محدش اعترضني من اهلي، لان يعني محدش قال لي لا اقف، لا انا نجحت في الكلام ده فسايبني بقى بنجح. بس يعني امي برضو عندها ايه تحفظات كده برضو عن المجال، وبلاش الزحمه وبلاش كده يعني. بس محدش فيهم اعترض؟ لا ما فيش اعتراض.
فاهم؟ هو كلها حاجات نفسها تتغير في بس هم ما قالوا لك تمام وده التراك اللي انت ناجح فيه وكان ما حصلش نقاش يعني لا تمام كمل لا ما كملش، ما حصلش النقاش ده فاهم. بس في كده ايه فضول كده من جوه الشخص ان هو نفسه بعيد. بس ما حدش منهم منع حاجه. لا ودي حاجه بجد جميله. انا شايف ان لازم الاهالي كلها تسيب ولادها تجرب، تسيب ولادها تعمل اللي هي عايزاه، وفي الاخر بس تقرر التراك اللي انت شايفه هيبقى ناجح لحياتك يعني. بالظبط، لازم تجرب كذا حاجه عشان تعرف انت شاطر في ايه فاهم. انت مين يا ادهم اكتر فنان عملت معاه حفلات؟ احنا وشنا حلو على بعض، دايما الناس تقول لي وشكوا حلو على بعض. تامر عاشور يعني تامر عاشور ممكن مثلا اخر 3 سنين عملنا مع بعض حوالي 15 حفله، فده رقم اخر 3 سنين حفلات ممكن والله لا فعلا حوالي 15 حفله يعني ما ببالغش في الرقم فاهم. يعني تامر عاشور فعلا وشنا حلو على بعض يعني. هو اشتغلنا كذا حفله مع بعض وبعد كده بدأ يطلب مرة 2 3 مني والتعامل سلس فاهم. ويمكن بمناسبة تامر عاشور هو نرجع نقول ان نجاح الفنان برضو جزء كبير منه في إدارة أعماله. فإدارة أعمال تامر عاشور يعني احنا صحاب جدا، هو شخص عزيز على قلبي مستر من نابليون. احنا صحاب جدا، فأنا بحبه وهو بيحبني وهو بيرتاح معايا في الشغل وانا بتبسط في التعامل معاه. فلينا كده لاين حلو مع بعض. في يا جماعه شخص عزيز عليا جدا وهو ادهم، عايزين نسمع له تحيه كبيره جدا جدا. ادهم ده يا جماعه اللي بيعمل لنا كل الحفلات الحلوه اللي هنا والله بجد. النهارده بقى احنا جايبينه على المسرح عشان عيد ميلاده، عايزين نقول له كل سنه وانت طيب. نسمع له تحيه كبيره جدا جدا جدا. يلا نقول له حبيبي اعلى. يلا حالا بالله. يلا يا ادهم مبروك، ما اتعملتليش دي. عملت مع مين تاني يعني؟ اشتغلنا كتير، قلنا رامي صبري واشتغلنا. لا قصدي حفلات كتير. حماقي طبعا، حماقي اشتغلنا مع بعض حفلات كتير جدا يعني. حماقي بنشتغل مع بعض من 2016. يمكن كل سنة تقريبا حفلة، كل سنة في يعني السنة اللي فاتت 2022 4 حفلات حماقي. فلا في حماقي برضو من الناس الكتير اللي اشتغلنا مع بعض، وبرضو من الناس اللي مسهلة الشغل في الديلات بتاعت حماقي صديق عمرنا حمدي بدري. يعني حمدي بدري على فكرة أول حفلة على فكرة عملتها في حياتي كان حمدي بدري ساعتها مدير أعمال كريم موكس. حاليا هو مدير أعمال حماقي، هو طبعا منتج كبير يعني مسرحيات وأغاني وبرامج. فمستر حمدي طبعا. وعايز اسمع سقفه كبيره قوي للاثنين دول عشان الاثنين دول تعبوا قوي 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 عشان يعملوا الحفله دي. ادهم بكري وبهاء محمود، اسمع لهم سقفه كبيره جدا جدا جدا. برافو، دايما بتعملوا حاجات حلوه، ويا رب دايما ان شاء الله في نجاح. يلا نتصور مع بعض يلا. عندك بس كتير برضه مع رامي جمال. انا بحب رامي جمال رامي صديق شخصي طبعا، وانا من هنا يعني بجد. بس وانا بحبه وهو بيحبني جدا. بسلم على احمد ومحمد تاني. لا حبايبي طبعا، كلهم حبايبي. ورامي فعلا لسه كنت هقول لك رامي شخصيه نظيفه جدا من جوه. يعني مره رامي كنا بنتكلم في التليفون حرفيا قعدنا تقريبا 40 دقيقه. هو رامي بينصحني يعني، هو اخويا احنا صحاب جدا، بينصحني اعمل ايه وايه اللي لازم يحصل الفتره الجايه، وهو بيجاز يعني يكون بيتكلم معايا نصايح شخصيه جدا. فانا بحبه وبحترمه جدا يعني، وعزيز على قلبي. هل ادهم بكري وصل لكل حاجه بيحلم بيها؟ بص هقول لك على حاجه انا مقتنع بيها. اي حد بيقول انا وصلت لكل حاجه نفسي فيها ده بدايه وقوع. بمعنى النهارده يسمع سقف احلامك، انت السقف ده لو وصلت له انت غيرك فيه وتقع. فاللي عنده سقف اصلا ده حاجه غلط. فانا طبيعي ادم اقول لك انا ما وصلتش لكل احلامي، لان انا مش كده يعني.
ايه احسن لحظه عدت على حياتك ده الراجل؟ احسن لحظه في الشغل يعني، لا مش في الشغل عامه، لا خلينا في الشغل يعني حياتي الشخصيه خط ممكن مش، لا مش خط احمر والله، انا مش كده، بس ممكن ما كنتش فاكر يعني. يعني ممكن افتكر، بس الشغل دي حاجه انا بجد بفرح بيها يعني، فاهم؟ وانت خارج من الحفله كده، وانت مثلا مخلص الحفله وتسمع الناس قد ايه هم كانوا مبسوطين، او تقرا كومنتس مثلا على الايفنت ان الناس قد ايه كانت مبسوطه، انا دي بالنسبه لي بنسى اي تعب. مش لحظه بجد والله. فين في الحاله الشخصيه؟ عامه. مش فاكر والله، بس اكيد في لحظات طبعا، بس مفيش حاجه في دماغي معينه بصراحه دلوقتي. طب وايه اسوأ لحظه عدت عليك في حياتك؟ لا الحمد لله ما بفتكرش الوحش، اي حاجه وحشه بص ما هنام هصحى ولا انسى خلاص. ده تحسه يا جماعه ان هو بيعمل لقاء في التلفزيون يعني بيعرض دبلوماسي جدا والله. مش دبلوماسي خالص، بس ده حقيقه بجد والله. يعني انا يعني مش هقول لك ممكن مثلا ما بتضايقش من حاجات ممكن تضايق ناس كتير جدا، بس انا خلاص الحمد لله ما عنديش فكره ان لا افضل بقى قاعد متضايق وحزين، ولا لا ركز بفكر في اللي جاي، فاهم؟ طب قول لي حاجه لو رجع بيك الزمن عمرك ما هتعملها. لو رجع بيا الزمن عمري ما هعملها. مش لا الدنيا تمام يعني الحمد لله. مش والله العظيم 3 دبلوماسي. لا والله ما فيش حاجه معينه برضه ضايقتني الاوفر ان انا مش عايزها نتعمل، فاهم؟ الحمد لله على كل حاجه يعني. طب مين الشخص اللي لما انت بتقع في اي مشكله بتجري عليه او بتجري تكلمه؟ نفسي ادهم. والله ده بجد يا عم. يعني بتشتكيش الامك ما بتصحش بمعنى اصلا؟ لا خالص. دايما بص يعني، يمكن على فكره دي حاجه في شخصيتي، ويمكن اول مره بقولها لحد يعني، مش دايما بحس ان انا لو حكيت ضعفي لحد ابقى انا ضعيف، او لو انا مثلا حسيت ان انا بحكي لحد حاجه مضايقاني يبقى انا ضعيف. انا ما بحبش ابان ضعيف. بس مش شرط يا ادهم، يعني ساعات الواحد بيجي عليه وقت بيبقى عايز يتكلم مع حد، حتى لو الحد ده ثيرابيست مثلا. لا مع نفسي. طب انت كمان لو بتخش في اكتئاب او بتخش في، ما حدش فينا ما بيخش في اكتئاب يعني، بتعالج نفسك بنفسك يعني. يعني هي خلاص كل حاجه بتعدي، انا مقتنع دايما ان الحمد كل حاجه بتعدي ايا كانت ايه هي هتعدي، طالما عايشين لسه فهي هتعدي بقى خلاص. طب شايف نفسك صديق مثالي يعني؟ لا يا راجل خالص. طب ليه؟ عشان انا دايما حياتي كلها شغل، ما عنديش يعني حتى صحابي صحاب شغل. احنا صحاب جدا طبعا واخوات دلوقتي كل حاجه، بس عرفنا بعض في الشغل، ولما بنقعد مع بعض بنتكلم في الشغل، ولما بنبقى في حاجه بنبقى في شغل، لما بنقعد في احنا صحاب، احنا كده صحاب، بس مش المثالي، فاهم يعني؟ مش النهارده يعني احنا عايزين بنسافر مع بعض برضه كل حاجه، بس انا بيني وبين نفسي شايف ان مش هي دي المثاليه يعني، فاهم؟ اجابه غريبه شويه. صريحه مش غريبه بقى. صريحه. طب لو معاك الصفاره بتاعت احمد امين وحبيت ترجع للحظه معينه في حياتك، ايه اللحظه اللي انت حابب ترجع ليها؟ ارجع للحظه معينه؟ طب هو انا مبسوط حاليا اكتر من قبل كده، لازم ارجع يعني لا حاجه صغيره عايز تغيرها في حياتك، مش شرط حاجه تعدلها. انا كنت بحب جدي الله يرحمه يعني. الله يرحمه. بس مش هترجع له بقى، هترجع تعيش معاه يعني اللحظه دي ولا؟ طب ما فيش مشكله عادي. بس مش ده المقصود بالسؤال برضه. طب ايه؟ ما انا المقصود يعني حاجه باترفلاي افكت دي اللي هي حاجه تعدلها في الماضي عشان تشوف الافكت بتاعها على المستقبل. شو ممكن مثلا اكون اتمنى ما اكونش اتولد في القاهره في العاصمه عشان الشغل هناك مثلا اكتر دي اجابه حلوه، دي عندنا، مع ان انا بحب اسكندريه انا اكتر. بحب اسكندريه اكتر. هنيجي دلوقتي لاسكندريه حالا دلوقتي، بس فعلا دي مشكله عندنا. حاسس ان كل المجال اللي احنا بنحبه الميديا والانترتينمنت كله في القاهره طبعا، كله في القاهره، دي مشكله. العاصمه، ما هي العاصمه. بس مش كل الاماكن كده، انت عندك في الامارات مثلا دبي موجوده، ابو ظبي موجوده، الشارقه موجوده، فاهم؟ بس هتروح تلاقي مثلا دبي اكتر من حاجه. بس احنا عندنا في اسكندريه في جاب كبيره، مش نفس الجبل اللي ما بين دبي وابو ظبي يعني. بس هو بقى خلاص يعني انت طلعت بس اسكندريه ده على فكره، انا لما بروح القاهره بتعب نفسيا، بتضايق كده، فاهم؟ الجو نفسه متعب جدا. بتكتم كده، وما بحبش المشاوير بعيده قوي عن بعضها يعني. انا في اسكندريه ممكن اعمل 6 مشاوير في اليوم، هناك هو مشوار واحد ويا رب تلحقه. والجو تحس انه تراب كده، مش عارف. بس انا بحب القاهره كفسحه كميديا طبعا، كشغل وكنجاحات القاهره اكبر طبعا.
طب احنا اتكلمنا على اسكندريه بقى، بما ان احنا السيزون 1 بتاعنا هيبقى من الاسكندريه، فاسالك كده كام سؤال على السريع يعني في اسكندريه. اسكندريه بتمثلك ايه؟ بيتي، بقول لك من البدن. لما بروح ما بكونش مرتاح، لما بكون في اي محافظه تانية ما بكونش مرتاح، ببقى عايز ارجع اسكندريه. وانت وبعد مثلا كده يعني مثلا ممكن ابقى عندي مشوار وقلت اقول هبات مثلا، لا اروح اخلص وارجع على طول، حتى لو تعبان برجع، ما بحبش. لو ربنا اراد وبقيت اكبر بقى منظم حفلات في مصر كلها، انا كده اكبر منظم حفلات في اسكندريه، شغلي يحكم يعني. بس هتعوز ان انت ترجع تاني وتعمل. طبعا بحب ان انا ارجع كتير. هو المخرج محمد دياب، المخرج العالمي يعني بتاع مون نايت، دايما بيقول انا مهما وصلت في هوليوود ومهما وصلت ان انا عملت افلام بره في امريكا وبتاع، عاوز ان انا ارجع مصر واعمل افلام جوه مصر برضه. بالظبط، هو على حسب الروح اللي جواك انت مرتبط بيه. انت ايه اكتر مكان بتحب في اسكندريه؟ كلها عامه يعني، الاماكن حيويه عامه. لا مكان بتخرج فيه يعني، بيعمل حتى في دي دبلوماسيه يا جدع. لا يا جدع هتزعل الاماكن منك يعني. يعني ممكن مثلا نقول الكافيهات بتاعت البحر عامه، جليم باي انا دي اكتر اماكن ما بحبش اروح، انا ما بحبش البحر، تخيل بقى. لا بيبقى الجو لذيذ، وخصوصا لو الصبح شويه، انت عارف مش بالليل. عارف انا بالنسبه لي اكتر مكان بحبه في اسكندريه ايه؟ بدويه. اه وبمسي من مكاني هذا على الصوي. فاكر انت؟ انا كنت ساحب تعالى بدوي، تعالى بدوي. تعالى بدوي، اي حاجه بدوي، واي حد بيجي لي من القاهره بروح اديه بدوي. لا انا عارف، مش احنا فاكر قلت لنا جلال فهمي فضلنا قاعدين فاكر؟ ساعتين نلعب بلاي ستيشن في بدوي، ده فتحوا القهوه تقريبا كلها عشان البدويه دي عيش الحياه كلها. طب اكتر مطعم بتحبه في اسكندريه ليه؟ على حسب نوع الاكل يعني. السمك بحب مثلا عمر افندي اللي في توصل، ابو قير. مشويات ممكن مثلا حسني بلبع كده، على حسب نوع الاكل يعني. طب فاست فود عامه او جانك فود؟ فاست فود بالنسبه لي ماكدونالدز. انا عارف الاجابه اسمع حاجه، ماكدونالدز طول اصل حضرتك شغلنا كله انت عايز تجيب حاجه بقى تخلص نفسي وتنجز. يعني انا مثلا عندي حاجه ماكدونالدز، يلا بينا ناكل بسرعه، هيجي بسرعه، فاهم كده. جاهز للجواب؟ ايه الجواب؟ سؤال رخم موجود في الجواب، انت هتاخد الجواب تفتحه، بس هتقرا السؤال في سرك. ليه؟ عشان انت ممكن ما تحبش تجاوب عليه، بس هل انا هسيبك لو انت ما جاوبتش؟ لا، احكم عليك. بص خد الجواب كده. انا مش فاهم، بس هفهم دلوقتي. لا انت سؤال هتقرا في سرك، ما اقولش يعني. ما تقولش. لو انت هتجاوبه هتقول السؤال، مش هتجاوبه احكم عليك. السؤال يا جماعه، انا هجاوب السؤال؟ هجاوب عادي. خباك مش دبلوماسي بقى، اجابتي دي هتبين ان انا مش دبلوماسي. طب طالما انت هتجاوب بقى اقرا السؤال كده ووريه الكاميرا مثلا. لو قدامك تنظم حفله لتامر حسني ببلاش وحفله لعمرو دياب هتاخد فيها 1,000,000 جنيه، هتختار مين؟ بص خلينا مبدئيا كده نتفق. انا بحب شغلي، الفلوس مش كل حاجه في الشغل. عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مثلا ممكن اشتغل السيزون اللي فات اشتغلنا مثلا 30 حفله، الحمد لله مثلا كسبوا ما عدا الحفلات الكبيره. فالموضوع بالنسبه لي مش الفلوس الاساس. انا بحب اعمل ايه؟ انا بحب تامر حسني لاسباب كتير جدا، اختار تامر حسني لاسباب كتير جدا. طب بعض الناس هتقول دي مش طريقه بروفيشنال يعني. بص يعني انا صريح، هو يعني مش بفكر هقول ايه على قد ما انا هقول لك الحقيقه، مش عايز ابقى فيك يعني. انا اقول لك الحقيقه، انا بحب تامر حسني جدا لاسباب كتير جدا. اولا هو بيهتم بكل تفصيله في الشغل. ثانيا بيديك حقك المعنوي، بقى سيبك من الفلوس خالص بقى، هو مكتوب ببلاش، هاخد حقي المعنوي قبل وبعد وفي الحفله، باخد بامانه الله يعني. بتاخد حق معنوي ينجحك سنين قدام، مش الفلوس، سيبك من الفلوس خالص. يمكن عمرو دياب احنا ما اشتغلناش مع بعض وفرق سن كبير بيني وبينه، وما اعرفش الله اعلم يبقى في شغل ولا لا، ان شاء الله ربنا يكرمك. بس في تفاصيل معينه مع تامر بالذات انا بحبها، التركيز في كل حاجه في الحفله والشكل وهنعمل ايه هنا وهيغني ايه وهنعمل ايه. لا يعني يمكن ارجع لك موقف كده في حفله ثانويه العامه 24/9. كنت باعت لتامر بقول له ان دول شباب صغيرين وهم عاملين فيديوهات ان هم نفسهم يغنوا سنوحي، فغناها في الحفله دي وانزل لهم على الانستجرام هغنيها لكم في الحفله، وغناها في الحفله دي. وعايز اقول لك تقريبا يعني انا ما سالتوش، بس هو تقريبا
اتصدم من رد فعل الناس وبقى يغنيها في كل الحفلات اللي بعد كده، بس كانت اول مره تتغنى بالروح دي كانت في الحفله دي. ففي تفاصيل كده معينه حتى لما تبعتها له هو بيهتم، ممكن يكون مثلا مجهز حاجات تانية خالص، يعني حاجات تانية غير اللي انا بعتها له، بس لما لقى ان السن دوت وجمهور جديد وسن جديد وطالبين الحته دي وهم اتربوا عليها، تقبل الموضوع وغناها جدا وفرقت كتير جدا في الحفله، وبدا يغنيها هو في كل الحفلات اللي بعد كده. تامر شخصيه بجد مفيزه يعني. يعني بصراحه مش هقدر اقول غير ان هو زي ما انا حكيت لك ان هو زرار النجاح في مخنا يعني. اقول لك على حاجه مش عارف تفتكرها ولا لا، بس اكيد فاكرها عمرها ما تتنسي. فاكر حفله السخنه؟ طبعا ده ذكريات 2013. 2013. طب تعالى نستغل الموقف اللي احنا فيه ونحكي كده حفله السخنه. احنا يا جماعه قبل الثوره كانت، لو انتوا اكيد فاكرين الايام دي، كانت ايام صعبه جدا يتعمل فيها حفلات وتجمعات اصلا يعني. فكان اخر حفله لاي فنان كبير او لتامر حتى كانت من قبل الثوره، يعني كان بقالنا حوالي 3 سنين مفيش حفلات في مصر. فاتعمل حفله لتامر حسني في العين السخنه، اتعلن عنها وكان عليها اقبال شديد جدا لان الناس كانت مستنيه حفله. انا وادهم المحافظات كلها انا وادهم كنا مسؤولين الفان كلاب بتاع تامر في اسكندريه، فكان في زينا ناس كتير زمايلنا موجودين في المحافظات. فاللي حصل ان احنا لمينا من الناس فلوس كتير جدا. ليه؟ عشان احنا بناخد الفلوس دي من الناس ونطلعها حاجه اسمها ترحال. ايه الترحال ده؟ ان احنا نجيب باصات نوديهم الحفله عشان الحفله في العين السخنه. وكان وقتها برضو الجمهور بتاعنا كان لسه سنه صغير، مش كل الناس معاها عربيات وكده، فكان وفي عائلات وكده كانوا بيحبوا ان هم يطلعوا معانا في الباص كانها رحله يعني. العدد اللي اتلم او الفلوس اللي اتلمت كانت كبيره جدا جدا جدا. احنا كانت الحفله دي في العيد الكبير، كنا النهارده والحفله دي الصبح، كنا نتحرك تقريبا الصبح الساعه 7 الصبح. انا كنت في السخنه وانتوا كنتوا كان كل الناس في المحافظات وانا كنت هناك. كان الساعه 10:30 بالليل. الساعه 10:30 بالليل عرفنا ان الحفله احتمال تتلغى لحد الصبح، وكنا مش عارفين اكيد ولا لا. انا قاعد بالليل في القهوه بمسك الموبايل كده، انا فاكر كنت بكلمكم، كنتوا انتوا واقفين مع الجمهور عند الباصات ومش عارفين هتعملوا ايه. والحفله عرفنا انها اتلغت، واصحابي قعدوا يقولوا لنا اشوا حناوه وهتتحبسوا وهتتسجنوا. لا والفلوس الراجل اللي حصل انت هتخمر ايه ده؟ اصبر انت هتحرق. فاحنا قاعدين مش عارفين هنعمل ايه، جالنا تليفون من احد الاشخاص اللي شغالين مع تامر يعني، قال لنا يا تامر بيقول لكم شوفوا انتوا محتاجين كام وهو هيدفع الفلوس دي كلها. احنا كنا دافعين ديبوزيت لشركات السياحه وكنا في العيد ومفيش حد من شركات السياحه طبعا. لما جينا كلمناهم مش عايز ارجع فلوس وانت بتلغي النهارده والحفله الصبح. فتامر دفع وقتها مبلغ كبير جدا عشان يغطي الخساره. بس ده موقف انساني، وعشان ده يبين قد ايه تامر مرتبط بجمهوره، بعدين هو مش جمهوره، هم اخواته. والحاجات دي يعني ما كان حد هيتكلم فيها، مفيش فنان يعمل الكلام ده بصراحه، وعمر ما كان حد هيعرف الحاجات اللي تامر بيعملها ولا الحاجات دي حاجات يا جماعه بيهاند ذا سينز، ولا كان حد بيحكي حاجه من 10 سنين ولا حتى فكباك. المواقف الصغيره دي احنا عشان كده لما كبرنا اتاثرنا بيها، فاهم يعني. احنا لما كبرنا حاليا بقينا نتاثر باللي كان بيعمله هو معانا زمان. فمثلا لو عندك موقف مع حد، لا بقيت بتقف جنبه، انا بقيت مثلا لما بلاقي حد نفسه ينجح في نفس المجال بقف بديله معلومات وبقول له ويقف معايا وبتاع. فلا يعني هو مواقفه بصراحه لا تعد ولا تحصى. ان شاء الله يعني يبقى قاعد في مكانك كده في يوم ان شاء الله. ربنا يكرمك. نفسي والله. لا وانت عارف هو بيساعدنا كلنا يعني من غير حاجه يعني، فاهم. ان شاء الله خير. اسالك بقى شويه اسئله سريعه. لا انا نسيت حاجه قبل الاسئله السريعه، في لعبه كروت تانية. بص انت هتفنط دول وطلع مثلا 5 كروت، فممكن بس الاول زي ما اعرف 5. اول 5 ولا لا هي 5 اي 5 نختارهم؟ لا ما انت ما تقراش. ماشي دي 1 2
3 4 5. خد الباقي يا عمرو. طيب 5. الحاجة دي بالنسبة لك ايه؟ الجمال. احب ابقى يعني الجمال بالنسبة بالنسبه لك انت للجمال. معيار الجمال بالنسبه لك، كلمه الجمال اول حد بيجي في بالك؟ اول حد بيجي بالي لما يتذكر الجمال او ايه الحاجه اللي بالنسبه لك بتوصف الجمال؟ النجاح. خلاص. الحاجة دي بالنسبة لك ايه؟ الاكل. عايز اكس. هل انت اكيل ادم؟ انا بحب الاكل، يعني بحب الاكل البيتي كمان، فنفسي اكس، نفسي التزم بالدايت. بيفكرني بالجيم الاكل ده. التشاؤم ما بحبوش. لا انت مين الشخص اللي في حياتك اللي انت تقطع الكلمه على طول. مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمة دي التشاؤم؟ شخص كل ما تشوفه كده حتى من غير ما تقول اسم الاسماء يعني، الشخص ده يا اخي انت ابعد عن وشي. ما هو غير اسماء. لا ما تقول مين ده، مين الشخص ده في حياتك يعني؟ اكيد حد اعرفه يعني، بس مش يا راجل يا جدع يا جدع مش هقول مين طبعا. يا جدع قول يا عم مين. لا مش هقدر اقول مين. طب مين في حياتك طيب؟ حد من يعني حد اعرفه بس مش صحاب جدا يعني. بس مش هقدر اقول مين ده. مش عايز تدي اي. لا وانا يا عم بنتكلم عن الناس ليه يا عم حرام. يا عم ماشي. مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمة دي الشجاعة؟ محمد نور قلبه جامد قوي. بجد والله. محمد نور. انا توقعت هتقول احمد بكري مثلا اخوك يعني. لا ما اخويا دي حاجة شخصية، انا حاليا لقاء في الشغل. والله حياتي الشخصية خط احمر، حط لك الصورة بتاعت احمد فهمي حطها في اني. لا الشجاعة محمد نور طبعا قلبه جامد قوي. محمد نور برضه يا جماعه عشان الناس تبقى عارفه مين محمد نور. محمد نور هو برضه شريك لادهم وصاحبي واحنا اصحاب من زمان جدا. ينظم برضه حفلات. مين الشخص اللي في حياتك اللي بتوصفه الكلمة دي التواضع؟ ادهم بكري. ده تواضع جدا. لا ده تامر حسني. تامر حسني كنت لسه. لا بهزر ده. اسالك شويه اسئله سريعه. مين اكتر ممثل بتحبه؟ ممثل بقى مش نبعد عن كريم عبد العزيز. زي برضه. طب اكتر عادل امام. طب مين؟ عادل امام. انا بتكلم على الجيل اللي موجود دلوقتي. طب وبره مصر؟ بره اجنبي يعني. اسمه ايه اللي بيعمل فاست اند فيريوس؟ فان ديزل. ايوه عشان شبه اخوك. شبه انا بحب افلام. انا عايز الفريد يحط لنا صوره فين ديزل وصوره احمد عندهم بالغ شبهه بالظبط كمان، شبهه بشكل مش طبيعي يعني في كل حاجه. طب اكتر مغني ومغنيه بتحبه؟ ما انا عارف مغني طبعا خلاص يعني. مغني تامر حسني ومغنيه شيرين عبد الوهاب. انت نظمت حاجه لشيرين؟ لا بصراحه نفسك ما حصلش نصيب. هي اصلا اخر فتره شغلها جوه مصر واقف شويه يعني. هي ما بتقبلش حاجات جوه مصر. طيب اكتر اكله بتحبها؟ الفاصوليا والرز. الفاصوليا خضر مش بيض. انت بتحب الاكل البيت، انا عكسك تماما في الاكل البيت. طب بتشجع مين في الكوره انت؟ محمد صلاح. لا مش لعيب. ما بشجعش نوادي. انت مالكش في الكوره قوي؟ لا كنت بلعبها لغايه ما عملت عمليه في ظهري وكده لا بلعب في الفرجه يعني. بس من الفرجه لا ما بتفرجش على مصري يعني بتشجع ليفربول؟ مصر بتفرج على مصر لكن نوادي ولا ليفربول ومصر مصر. محمد صلاح عشان انا منفذ محمد صلاح. اول مره في حياتي اشوف حد يقول لك انا منفذ محمد صلاح. انا بحبه بس شخص ناجح. الناس اللي في الكوره وكده بتتريق دايما على اللي يقول لك انا بشجع محمد صلاح. اي لا بشجعه كشخص كمان مش احنا كلنا بنحبه يعني المفروض يعني شخص ناجح فطبيعي ما تتمنى له الخير وتحبه يعني. بتحب الفيسبوك اكتر ولا انستجرام؟ الفيسبوك للشغل المجال العمل. الانستجرام شخص. مع ان انا شايف دلوقتي ان الانستجرام بقى تاثيره اقوى في صح بس انا لسه في الجيل ده بشويه لان الجيل اللي طالع مهتم بالانستجرام اكتر. انا شفت احصائيه غريبه جدا بيقول لك ان الفيسبوك اللي بيقعد عليه في مصر الناس اللي فوق 50 سنه اكتر من الشباب. انا صدمت بالمعلومه عشان هم ما بيفهموش في الانستجرام. كنا زمان هم اللي بيقولوا لنا سيب اللي في ايدك ده. هم دلوقتي احنا اللي بنقول لهم سيبوا اللي في ايديكم. بقى بيقعدوا مدمنين قوي. ايوه خلاص هو ده الوقت الحالي. طب انت قلت مالكش في الكوره بس اكيد يعني عارف ميسي ورونالدو. بتحب مين اكتر؟ ميسي ورونالدو. ليه؟ عشان يعني كبر سنا بس لسه عنده ايه طموح. لا ده بيلعب في السعوديه مع احترامي يعني للسعوديه يعني كان فين عنده ان هو مش عايز يبطل. هو معاه فلوس تعيشه ملك بقيه عمره هو عيال بس مش عايز يبطل. ممكن انت عشان مالكش في الكوره بس انت مش شايف ان الايجو بتاع رونالدو هو اللي مخليه مش عايز يبطل؟
لا مش عارف تفاصيل، بس انا شايفه كده ما بيخلينيش شايف الصوره حلوه فهمت. لا هو انا عشان فان ميسي فعشان كده بدافع، بس انا مش معترض، بس مش عشان نتناقش اصلا. ايه حاجه بس ينس. انا بالنسبه لي هي انتهت بعد كاس العالم. يعني ميسي اعظم لعيب في التاريخ، ميسي اعظم من لمس الكوره. نورتني يا ادم والله. وانا فعلا من اوائل الناس اللي انا فكرت فيها ان انا لما جيت قلت اعمل بودكاست او اعمل برنامج، قلت لازم استضيف ادهم بكري. يعني بجد انا دايما كل ما بشوف ليك نجاح بخش اعمل لك رياكت وبكتب لك كومنت، ببقى فرحان يا عم. انت بترد، ما صباح الفل بقى بترد. انت عايز اقول لكم، بس انا لما جيت بعت لادهم ان انا عايزه معايا في البودكاست، رد عليا بعدها باسبوع، بس هو رد الصراحه. يعني هي دي الفكره. انت عارف بتفكرني ادي الموبايل على فكره ما بحبش كده. ولا انا والله ولا انا الواتساب مع ان غير موجود دايما، يعني ايه اتصل بيا وابقى عارف ان ممكن نشوف اتنين برد على. لكن انا اصلا ضد الموبايل يعني الناس عارفه ممكن مثلا لو قعدت في مكالمه اكتر من ربع ساعه في الموبايل. ادهم كان بيمشي ب3 موبايلات، دلوقتي معاه 2. كان فاكر زمان هو معاه فودافون واورنج واتصالات، صح كده؟ معاك وي بقى ولا؟ بس هو في رقم سايب شخصي كده لاصحابي يعني، والباقي دول الشغل. بس ادهم يعني الصراحه هو بيرد يعني، بس بيرد متاخر يعني، بس دي الفكره يعني. نورتني يا ادم والله. وان شاء الله الحلقه اللي انت عاملها دي ان شاء الله الحلقه تبسط الناس. مفيش حد عنده امكانيات اسكندريه اللي عمرو عاملها دلوقتي. ان شاء الله خير. نادر جدا لما نلاقي حد مهتم بالكواليتي والحاجات. شكرا جدا.